عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتسمعوا الفيديو ده. النهارده فيديو شويه مختلف. زي ما انتوا عارفين ان انا يعني في حاجات بعمل عليها ريفيوز او بقول لكم ايه الحاجات اللي انا جربتها او كده. في زلزال بره. تمام. هقول لكم الحاجات اللي انا استخدمتها في غسول يعني بشرتي، ايه الحاجات اللي انا جربتها. كل الحاجات اللي جربتها هقولها. وهقول لكم يعني زي مثلا كام من 10 علشان انتوا بنفسكم لو حابين تجربوا حاجة معينة تجربوها. قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفي فيديو القناة اسهل ضفيرة، انا بشكر الصدفة اللي جابتك هنا وبرحب بيكي جدا تنضمي لأسرة اسهل ضفيرة. وده ممكن تعمليه من خلال انك تدوسي كلمة سبسكرايب اللي بتكون باللون الاحمر تحت الفيديو، وكمان تدوسي لايك لو الفيديو عجبك. هبتدي معاكم من اكتر المنتجات اللي عجبتني جدا جدا، او يعني اللي انا بفضلها قوي قوي قوي. هو غسول هيمالايا. ده اسمه ده للبشره العاديه للدهنيه. ده من اكتر الحاجات اللي انا بصراحه كانت لطيفه جدا على بشرتي. كانت بترغي حلو قوي ومش بتعمل جفاف بعد ما بغسل. فبصراحه من الحاجات الحلوه قوي 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 اللي استخدمتها، فممكن اديله يعني 9 من 10. ده كان رائع جدا. برضو استخدمت سوري غسول اللي هو ازالة الميك اب من العينين ومن الوش بتاع جونسون. رائع يا بنات، من اكتر الحاجات اللي ممكن انصحكم بيها للعينين بالذات. يعني انا بستخدم غسول لوشي عادي، ممكن استخدم هيمالايا لوشي كله، لكن جونسون بحب قوي احطه واغسل بيه عيني بالذات لما اكون حاطه ميك اب تقيل. ما بستغناش طبعا عن جونسون في البيت يعني. كمان جربت غسول اسمه بيور سكين من اورفلام. ما ادناش جونسون درجة. جونسون ممكن ياخد 10 من 10 لانه رائع جدا جدا في ازالة الميك اب بتاع العيون. ممكن ادي لبيور سكين يعني ممكن 6 من 10 لانه مش وحش ومش حلو قوي، مش واو يعني، بس كويس يعني لو حاجة عادية يومية. اتس اوكي. حاجة تاني بستخدمها كتير جدا وهي اول ملجأ ليا دايما على الحوض موجودة. يعني هي دي، شايفينها؟ هي طبعا خلصانة. هي متبقاش كده، بتبقى اكبر من كده. دي من الحاجات اللي انا بستخدمها كتير جدا لشعري والوشي. اسمها صابونة صابونة. مش عارفة مالي اليومين دول. بقول كل الكلام غلط. صابونة نابلسي شاهين. دي بتبقى موجودة عند العطار، سعرها 5 جنيه. وفي منها صغير ب3 جنيه. كلها زيوت طبيعية، واحلى حاجة فيها انها بترغي كويس قوي. بتشيل كل الدهون من وشي، بتريحني قوي قوي. ومن الحاجات اللي بينفع اجيبها على عيني، مش بتأذيني يعني. بس ما تتعبوش عينيكوا قوي بيها لو هتجربوا صابونة نابلسي شاهين، لانها بتحرق في العين. نسيت اقول لكم حاجة مهمة، ان انا هيمالايا ما بجيبوش على عيني. انا قلت ده في الاول ان هو مش للميك اب، بس انا يعني بغسل بيه وشي كله ما عدا منطقه العينين. الحاجات اللي استخدمتها وكانت حلوه قوي قوي قوي، الصابون الافريقي. الصابون الافريقي ده كان من شيا بيوتي. انا عملت ريفيو لحاجتين تقريبا من عندهم، اللي هو السبراي بتاع الشعر اللي هو بيخلي الشعر يزيد وكده، وكمان الزيت بتاعهم كان حلو قوي. الصابون بصراحه رائع. اروع منتجاتهم هو الصابون الافريقي. ده بيكون شكله، بصوا بيجي قطع كده في البطرمان ده. يعني قطعة كبيرة وصغيرة حسب البطرمان اللي بتطلبيه. انا خلصت واحدة زي دي تقريبا. سعره رخيص قوي قوي، ما كانش غالي خالص. لو اتحطيت في مقارنة ما بين الصابون الافريقي وصابونة نابلسي شاهين، انا بالنسبة لي الاثنين هيكسبوا المقارنة دي. يعني مش هينفع اقارن بينهم لان هما الاثنين حلوين قوي قوي قوي. وبالنسبة لي الاثنين سعرهم حلو في متناول الايد، يعني ان انت تقدري تجيبيهم سعرهم لطيف جدا. اخر حاجه ودي اهم حاجه اكتشفتها الحقيقه في 2019 وفي اواخر 2018، اكتشفت اختراع كده. يا جماعه احنا في حاجات كتير قوي فايتانا. عشان موضوع عينيا لو متابعين هتعرفوا ان انا كنت عملت فيديو صغير كده عن موضوع الاكياس الدهنيه اللي بتطلع لي. فاخر الدكتور ده كتب لي على غسول للعينين، قال لي انه انا رموشي بتفرز مواد دهنيه ما بتتشافش بالعين المجرده، لكن هو شافها بالميكروسكوب اللي بيكشف بيه بالعين ده، مش عارفه اسمه ايه، بس هو بالجهاز اللي بيكشف بيه على العين ده. فهو قال لي انه لازم اغسل عيني مرتين في اليوم بحاجه ما توجعنيش او ما تحرقش عيني، وفي نفس الوقت تكون بتنظف. والحاجه دي هي شعرهم لا دموع بعد اليوم، جونسون اجين. شامبو جونسون للاطفال. انا بغسل بالشامبو عيني مرتين في اليوم. يعني حتى طبعا بعد ما بشيل الميك اب لازم
سواء هتغسلي بجونسون او هتشيليه بميك اب عادي ريموفر. جربوا تغسلوا عينيكوا بشامبو جونسون للاطفال. دي نصيحه دكتور، دي مش نصيحتي انا. لما جربتها فعلا يا بنات عينيا اتحسنت جدا جدا الحمد لله. وكانت من الحاجات الحلوه قوي 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 اللي اكتشفتها، لاني ما تخيلش في يوم من الايام انا ممكن اغسل عيني بشامبو بصراحه. مش بيحرق، ما تدخلوش في عينك قوي. انا بغسله بطريقتين. الدكتور وصف لي انه انا اجيب الودانه اللي هي بنعمل بيها ودنا، واحط كده على يعني بصوا هي صغيره جدا شايفين، فلما بدوس كده بيطلع منها كده، باخد بالودانه واغسل، ابتدي اغسل رموشي طبعا بعد الميك اب ما بيتشال. اغسل رموشي بالراحه جدا، ويبقى كده بشطف بميه فتره، وبعدين اعمل كمادات ميه سخنه عادي لو انا بحب اعمل. برضو هكون عملت المطلوب اني اشطف عيني كويس واغسلها بشكل نظيف وحاجه مش هتاذيني. فجونسون ده برضو ياخد 10 من 10 حقيقه. بس يا بنات دي كانت الحاجات اللي انا جربتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك، وكمان تدوسي سبسكرايب اللي بتكون باللون الاحمر، وما تنسيش تفعلي خاصية الجرس عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي جايه. باي باي يا بنات، اشوفكم الفيديو الجاي.